السلام عليكم إخواني، أشكركم على المشاهدة والتفاعل. بعد الزيارات المتتالية لشخصيات كبيرة ووازنة من الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب، ها هي الجزائر تتلقى صفعة جديدة بعد زيارة أسد الدبلوماسية المغربية السيد ناصر بوريطة إلى واشنطن. الجزائر كانت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتراجع عن موقفها في قضية الصحراء المغربية، لكن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء جاء مجددا في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، كما أشاروا إلى الانتخابات التي تمر في أقاليمنا الجنوبية العزيزة بشكل شفاف ونزيه. كما أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الجزائر البلد الوظيفي اللي تستعمله فرنسا كيفما تشاء لعرقلة المغرب وتشتيت شمال افريقيا، تشتيت المشتت اصلا، وتشتيت افريقيا جنوب الصحراء، وخلق نزاعات لبقاء مصالح فرنسا الاستعماريه ونهب خيرات افريقيا. وهنا تيجي دور المغرب مع شركائه لايجاد حلول لافريقيا، وهذا ما يغيظ فرنسا التي سخرت اعلامها لمهاجمه المغرب وجيشت البرلمان الأوروبي عبر ورقة حقوق الإنسان، والرشاوى كذلك التي تدفعها الجزائر الدولة العسكرية لبعض الدول للنيل من المغرب. لكن المغرب لهم بالمرصاد لهذه الدول عبدت فرنسا. إخواني، أشكركم مجددا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.